فاكرين زمان لما كنا بنقعد نتخانق علشان نعرف العميل بتاعنا اشترى من اعلان جوجل ولا اعلان فيسبوك؟ كاننا بنحاول نعرف انهي نقطه ميه بالظبط نزلت من حنفيه هي اللي ملت الكوبايه. وفي سنه 2026 مع اختفاء الكوكيز والخصوصيه اللي بتزيد كل يوم عن الاول، وانت عارف ان الكلام ده ما بياكلش عيش، طب وايه الحل اللي بتستخدمه شركات كبيره زي نتفليكس وبيبسي اللي كانت بتستخدمه من زمان ورجع تاني وبقوه؟ الحل هيكون في MMM ماركتنج ماكس موديلنج. يا ترى ايه الMMM من غير كلكعه؟ تعالى نتخيل مع بعض ان المبيعات زي طبق الكشري، والتحليل العادي بيبص على التقليه ويقول لك هو سر الطب. اما الMMM بيعمل حاجه تانية خالص، وهو عباره عن انه بيجي فود بلوجر يدوق الطبق ويحلله ويقول لك ايه بقى، طبق الكشري ده نجح علشان 30% من طعمه جاي من الصلصه، لا يعني تقريبا اعلانات فيسبوك، و20% من الرز اللي هو يعني SEO، و15% من العدس اللي هو يعني تقريبا الايميل ماركت، وحتى اسعارك وشويه حر اللي في الجو دول ليهم تاثير بنسبه 5%. هو بيحلل كل العوامل مع بعض علشان يعرف نسبه تاثير المنصه على النتيجه النهائيه. طب ويا ترى ليه الموضوع ده هو المستقبل؟ لانه اصلا مش محتاج كوكيز، وبيراقب كل واحد فينا عمل ايه، وبيبص كمان على الارقام من فوق، وكمان بيديك رؤيه استراتيجيه. مش بس بيقول لك الاعلان ده حلو، لا ده كمان بيقول لك استثمر اكتر في السوشيال ميديا. الخلاصه لما تفكر بطريقه الMMM هتبطل تكون ميديا باير باصص تحت رجليك، وبتكون شريك استراتيجي وبتبص على البيزنس كله من فوق. شاركونا بقى في الكومنتات لو شركتكم لسه بتحلل بالطريقه القديمه التقليديه ولا اتطورت وبتحلل بطريقه الMMM.